السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة دايمًا بإذن الله. النهارده هنعمل مع بعض الجلاش باللحمة المفرومة، ما أقولكيش قد إيه هو جميل وسهل جدًا وبسيط. أتمنى إن أنتم تشوفوا الوصفة لغاية الآخر، وقبل ما نبدأ كده ونسمي بسم الله، ما ننساش نحط لايك وشير وسبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. الوصفة سهلة جدًا وبسيطة وما بتاخدش أي وقت ولا أي مجهود. معايا هنا لفة جلاش، معايا هنا حبة لحمة مفرومة صغيرة على حسب الكمية الموجودة عندِك. معايا هنا بصل، ومعايا فلفل مقطّع صغيّر جدًا، ومعايا توم مهروس، والتوابل هنا معايا نُص معلقة فلفل أسود، نُص معلقة بابريكا، نُص معلقة توابل لحمة، نُص معلقة كزبرة ناشفة، ومعايا ملح. أنا دلوقتي جِبت طاسة على النار، هاحط فيها حبّة زيت صغيّرة، وهاحط فيها هنا معلقة سمنة، وهاسيب الزيت يسخن معايا. الطريقة زي ما قُلت لِك سهلة وبسيطة، يعني ما بتاخدش وقت خالص ولا أي مجهود، في ثواني بتبقي محضّراها. زي ما أنتِ شايفة أهم حاجة معلقة السمنة البلدي بتدّي فعلًا طعم جميل أوي للأكل. دلوقتي أنا هانزل باللحمة معايا لغاية لمّا يعني أول ما الزيت يسخن، هانزّل اللحمة معايا بحيث إن هي تاخد صدمة، يعني عشان تتغلِّف كده من برّه ومن جوّه عشان ما تنزّلش مَيّة، وما أقولكيش على قد إيه النتيجة. يعني أنا استنيت لمّا الزيت سخن شايفة عاملة إزاي، أول ما نزّلتها عشان خاطر ما تنزّلش مَيّة معايا، في ثواني بتغيّر لون وما بتاخدش وقت خالص. زي ما أنتِ شايفة أنا بدأت بقى إن أنا أعملها بقى بالمعلقة كده زي ما أنتِ شايفة، هنقلّبها كويس أوي. إحنا لسه ما حطيناش فيها أي حاجة خالص ولا توابل ولا أي حاجة. الخطوة دي كويسة أوي بحيث إني أنا زي ما قُلت لِك أدّيها صدمة معايا، ما تنزّلش معايا أي مَيّة أو أي حاجة من السوائل بتاعة اللحمة. زي ما أنتِ شايفة أنا أهوّة بنقلّبها كويس أوي. الطريقة دي سهلة جدًا وبسيطة وبتدّيكِ نتيجة حلوة أوي للجلاش، وطريقة التسوية سهلة أوي، ما أقولكيش قد إيه بيبقى جميل. ممكن تعمليها برضه في الرقاق، بس أنا عملتها لِك في الجلاش عشان إحنا بنحبه وهو ده المتوفر عندنا. سهلة أوي وبسيطة وما بتاخدش وقت ولا أي مجهود. أنا خلاص كده تعتبر هي قرّبت زي ما أنتِ شايفة كلّها تاخد نفس درجة اللون اللي هي البني، وعشان تبقى وصلت معايا للدرجة اللي أنا عايزاها. كده خلاص أنا بقى هابدأ أنزّل بقى الحاجات بتاعتي اللي أنا مجهّزاها معاها. أول حاجة إن إحنا هننزل بيها، هننزل مع بعض بالبصل زي ما أنتِ شايفة. بقى هنا ما أقولكيش بقى على الريحة أول ما البصل ينزل ويتشوّح معاها. أنا هاقلّبه كويس أوي لغاية لمّا يدبل ويختلط كلّه في اللحمة اللي أنا عاملاها و كويس أوي. أهوّة باقلّب كده على طول، أنا ما شِلتش إيديّا منها عشان خاطر كلّه ياخد نفس الدرجة ونفس درجة التسوية. أول ما البصلة تدبل معايا بابدأ بخطوة جديدة، يعني هي خطوة، خطوة وما بتاخدش وقت خالص، يعني كل الموضوع ما ياخدش 10 دقايق. زي ما أنتِ شايفة وأنا باقلّب كده. الطريقة دي سهلة أوي وبسيطة، طبعًا في طرق كتيرة وأنا باعتمد الطريقة دي لإن هي بتبقى ناجحة أوي وحلوة أوي وبطريقة إحنا بنحبها. أنا دلوقتي هابدأ أنزّل فص التوم بس، زي ما أنا قُلت لِك، بانزّل حاجة، حاجة. طبعًا الفلفل أنا باخلّيه للآخر عشان خاطر ما يتهريش منّي أو يدّي طعم كده، فلازم باحبه إن هو يبقى مقرمش شوية، فبانزّل التوم الأول. أول ما التومة تاخد يعني اللحمة بتاخد طعم من التوم وكده، بابدأ بقى أبدأ في الخطوة اللي بعديها وأنزّل الحاجة التانية. زي ما أنتِ شايفة. أنا دلوقتي هاجيب بقى اللي هي الفلفل وأنزّله بقى معايا. ما شاء الله الريحة ما أقولكيش على الجمال والحلاوة، فعلًا حاجة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت. أنا نزّلت الفلفل أهوّة، ما حطيتش قوطة أو أي حاجة عشان خاطر ما تعملش معايا مَيّة وما خاصةً لمّا يكون حاجة زي مثلًا مكرونة أو جلاش أو أي حاجة معجنات أو بيتزا، ما احبش إن أنا أقطّع طماطم واحطها عشان خاطر ما تعجنش معايا. زي ما أنتِ شايفة الشكل جميل أوي، وفي نفس الوقت الريحة ما أقولكيش. أنا دلوقتي بدأت حطيت التوابل بتاعتي وهاقلّب كويس أوي. الريحة جميلة جدًا وطريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص. هي خلاص دلوقتي يعتبر هي جاهزة معايا، هاشوّحها بحيث إن هي ت لو فيها أي مَيّة أو أي حاجة تنشف زي ما أنتِ شايفة، وفي نفس الوقت التوابل تختلط ببعضها. اللون وحده جميل أوي الخلطة حلوة أوي ما شاء الله. يعني ما أقولكيش على الجمال والحلاوة، أنتِ شايفة بعينيكِ. أتمنى إن الوصفة تعجبِك وأتمنى إن أنتِ تنفذيها، وأتمنى إن أنتم تحطوا لايكات كتير. أنا أهوّة خلاص كده باقلّب فيها، هي يعتبر كده خلاص جاهزة.
هنبدأ بقى هنضيف عليها، وهنبدأ بقى في الخطوات المهمة اللي بعد كده. الجلاش هنجيب الجلاش بقى دلوقتي هنفتحه وهنفرده. الجلاش على حسب النوع اللي انت تحبيه، سواء طازة او مفرز، اللي موجود عندك ومتوفر تعملي بيه. انا جبت الصينية اهوت، وجايبة سمنة مسيحاها. السمنة مش سخنة، بس مسيحاها يعني فكة من بعضها، عشان خاطر تبقى سهلة معايا في ان انا اعملها، وفي نفس الوقت توفر معايا ما تاخدش سمنة كتير. هبطن الصينية الأول بالسمنة عشان خاطر ما يلزقش فيها الجلاش، وبعد كده نبدأ بقى نحط بقى طبقات الجلاش. ماشي كده خلاص. زي ما انتوا شايفين معايا. انا دلوقتي هجيب اول حاجة انا هحط طبقتين مع بعض، زي ما انتوا شايفين في قعر الصينية، عشان خاطر يبقوا معايا مثلا متماسكين. وبعد كده هحط بقى ايه، ادهنهم اغلفهم حلو قوي بالسمنة. زي ما انت شايفة، ما بتاخدش معايا وما بتكلفش اي حاجة. وهطبق بس الزوايد دي عشان خاطر تعمل معايا الطبقة تبقى متماسكة في بعضيها. زي ما انت شايفة اهوت، انا بدهنها حلو قوي قدامك. وهعمل كده اهوت، وهحط بقى ايه طبقة تاني. تاني مرة أنا هحط طبقة، هحط واحدة ورقة واحدة. ورقة واحدة ورقة، وبين كل ورقة وورقة هدهن طبقة من السمنة، عشان خاطر ما يعجنش معايا وتبقى متفرغة وتبقى جميلة قوي. بجيب ورقة وأروح حطاها زي ما أنا عملت بالظبط كده، وأروح أدهنها. بس مثلا أنا المرة دي حطيت الزيادة من الناحية دي، تاني مرة بحط الزيادة في الناحية التانية في الصينية، عشان خاطر تبقى كلها في نفس المستوى وفي نفس الحجم، ما تبقاش في حاجة تخينة عن مكان تاني. ممكن تحط صينية أكبر من كده، بس أنا ما حبيت إن أنا أحطها في الصينية دي، في صينية أكبر منها وكنت هفرد الورقة في بعضيها يعني. بس حبيت كده. أنا خلصت الطبقات اللي من تحت، ودلوقتي هنزل طبقة اللحمة المفرومة اللي احنا عصجناها مع بعض. شايفة الحلاوة والجمال ما شاء الله، يعني جميلة قوي. هفردها دلوقتي، وهنبدأ بقى نحط عليها الطبقة اللي أنا حطيت في عليها اللحمة المفرومة. أنا ما دهنتهاش سمنة خالص، لأن اللحمة المفرومة فيها طبعا سمنة وزيت، فمش هتحتاج ان انا ادهن سمنة. زي ما انت شايفة اهوت، انا بفردها كويس، ما بجيبش عند الاحرف، عشان خاطر ما تحرقش معايا وكده. بحاول ان انا اخليها كلها في نفس المستوى، عشان خاطر ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. وبعد بقى ما سويتها كويس قوي كده، هبدأ احط بقى الطبقات التانية بنفس الطريقة اللي انا عملتها، وبرضه بين كل طبقة وطبقة بدهن طبقة من السمنة، وارجع اعمل الطبقة التانية. باجي بقى في الطبقات اللي في الاخر، بحط الورقة التانية دي، بدل ما انا بتنيها كده لفوق، بعد كده في الاواخر بروح بقى بتنيها لجوه، بحيث ان هي تبقى الصينيه كلها مش باين فيها حاجه كده من فوق، ولا وعشان لما اجي اقطعها ما تبهدلش معايا. انا كده خلصتها، وهبدا ان انا اقطعها. التقطيع حسب راحتك وحسب الحجم اللي انت بتحبيه. دي حاجه ترجع لك، تقطعيها مربعات، تقطعيها سمبوكسه، زي ما تقطعيها، ده على حسب راحتك. مثلثات، كل واحد حر في التقطيع اللي هو يحبها. انا عامه بحب ان انا اقطعها مربعات كده، بحيث ان انا اقطعها قطع تطلع القطعه زي ما هي. بعد كده بحطها في فرن سخن قوي، بس لسه بدري على المرحله دي. في مرحله حلوه قوي بتوصل معايا الجلاش بطريقه جميله قوي، وبتخليه يتنفخ معايا كانه فعلا انتي عاملاها كبيتزا كفطيره حلوه قوي. خليكي معايا بس لاخر الفيديو، وانت هتشوفي الحاجات الحلوه والجميله قوي. كان ممكن انك انت تعمليه كده وتدهنيه بالسمنه، تدهني وشه كويس قوي. انا دلوقتي بعد ما خلصته، انا طبعا الطبقه الاخيره دي ما دهنتهاش عشان اعرف اقطع براحتي، عشان ايديا يعني وكده، واعرف اقطع براحتي. انا خلصت بقى دلوقتي. هجيب بقى اخر حبه سمنه وهدهن الوش حلو قوي. ممكن تحطيه كده، وبعد كده بتسقيه بقى لما ياخد لون بتسقيه بلبن او شوربه او المتوفر عندك، وتحطيه في الفرن. ودي الطريقه المعتاده، لكن انا دلوقتي هعملهولك بطريقه تانية خالص جميله، هتنقله في حته تانية فعلا. انا بعد ما دهنته كده كويس قوي وكملته، هجيب معايا الطبق ده انا حاطه فيه كوبايتين لبن، اللي هي بمقدار مج الشاي، وهحط هنا فيه بضايه. هحط فيه حبة ملح وحبة فلفل اسود، وحبة بيكنج باودر صغيرة جدا زي الذرة كده. وهقلبه بقى كويس قوي، عشان خاطر البيضة تختلط كده مع اللبن ومع المكونات دي والملح. مش هيبقى فيه اي زفارة ولا اي حاجة. حبة البيكنج باودر والبضاية دي بتخليه يتنفخ معايا، وبيبقى مورق وبيبقى جميل جدا. انا بحطه بقى بقلبه كويس قوي. ودلوقتي
يعني هاغرّقه حلو أوي، أسيب وأغطّيه، هاسيب الجلاش معايا يتشرّب الخلطة دي، بحيث يعني إن هو هيبقى جميل جدًا. زي ما أنتِ شايفة أنا دلوقتي هاغرّقه، أنا ما حطيتوش في الفرن ولا أي حاجة مباشرةً، هاروح أحط بقى اللبن زي ما أنتِ شايفة والخلطة دي، وهاغطّيه وهاسيبه لمّا يتشرّب. بعد ما يتشرّب معايا تمامًا، أنا دلوقتي مولّعة الفرن علشان يسخن معايا كويس أوي، بعد ما يتشرّب هاحطه بقى في الفرن. أنا رجعت لِك دلوقتي ما خدش يعني بالضبط 5 دقايق اتشرّب معايا، شايفة منظره، أول ما أحطه في الفرن بيتنفخ أوي. لو أنتِ عايزاه طري على حسب راحتِك، ممكن تطلّعيه أنا بس حبيت إن أنا هو يقرمش معايا من تحت ومن فوق. ممكن تطلّعيه قبل كده بشوية، بيبقى فعلًا منفوخة جدًا، جدًا لفوق، وبيبقى طرية من تحت ومن فوق، بيبقى لونها أفتح من كده. بس أنا باحب القرمشة دي وأولادي بيحبوها، فباسيبها شوية عشان تاخد اللون ده. بتسيبيها شوية لمّا تجمّد، وبعد كده تروحي تحطّي لها حبّة موتزاريلا، بس هي ما جاتش في المقطع، وبعد كده بتطلّعيها بقى وتقدّميها. بس أنا باقول لِك زي ما أنا قُلت لِك، أنا حابة إن هي تاخد قرمشة من تحت ومن فوق عشان خاطر ما أحسّش إن هي متعجّنة معايا. بس هي فعلًا لو أنتِ بتحبّيها طرية تطلّعيها قبل كده بشوية، بتبقى قد إيه هي منفوخة وجميلة أوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قد إيه برضه هي في نفس الوقت فيها قرمشة من فوق ومن تحت وفي نفس الوقت هي طرية جدًا، جدًا في النُص الجلاش. طبقات جميلة أوي والطعم جميل أوي وخرافة. أتمنى الوصفة تعجبكم، وأتمنى إن أنتم تنفذوها فعلًا، ويا ريت تحطوا لايكات كتير، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.